احنا جينا سيوة عشان نغطس او عشان من الاخر ننزل المية. طبعا انا بنزل عيون وبنزل البحر، بحب ادور على حاجات تحت المية، بس النهارده هنجرب تجربة غريبة شوية. ما تيجوا كده ننزل نغطس في الصحراء ونشوف هنقدر فعلا نغطس في الصحراء ولا لا. بس فاحنا هنجرب ونقول لكم هنعمل ايه بالظبط. وصلنا بقى كامب حياة. في كامب حياة احنا هنقدر نعوم او نغطس في الصحراء، وده بالنسبة لي تجربة اول مرة اجربها، ان انا انزل في حاجة وسط الصحراء كده. ولكن الاول هنطلع نشوف الغروب ونستمتع بالصحراء، وبعد كده نعوم في الصحراء. من هنا انت تقدر تشوف جبل دكرور الصحراء. الميزة هنا بقى انت عندك اتنين عين هنا وعين جوه، والاتنين سخنين حاليا، مية سخنة، ولكن في الصيف بيبقى اللي جوه مية سخنة ودي بتبقى مية دافية مش سخنة. وطبعا الصحراء قدامنا عشان نشوف الغروب كمان شوية، فاحنا دلوقتي هننزل وسط المية، نطلع نروح الصحراء ونرجع نكمل تاني. المياه السخنة هنا بصراحة ممتعة جدا، وفي كمان هنا في كامب حياة في أماكن تقدر تقعد كمان، بحيث إن أنت تقعد تسترخي. في النص عميقة شوية مش أعمق حاجة، ولكن طبعا الميزة إن الصحراء ورانا على طول. جهزنا العدة، طالعين للصحراء عشان نشوف الغروب، نرجع نستمتع بالمياه الجميلة هنا. طالعين خلاص اهو عشان نشوف الغروب، من أحلى الأماكن اللي ممكن تشوف فيها الغروب. معانا كمان ساند بورد فممكن نستخدمه فوق بقى على الجبل. خلاص خلصنا المهمة بنجاح، عارف ايه، نقلعها نرجع تاني بعد الغروب، نتفرج طبعا على الغروب، نرجع تاني ننزل في العين السخنة. بعد ما خلصنا الصحراء نيجي هنا بقى في حياة كامب في لوتس سبرينجز عشان ننجوي. بس انا شايف ان ده احلى كامب ممكن تجيه طبعا بسبب الصحراء. خلاص الدنيا تعتبر ليلت، بس احنا استمتعنا بالمية السخنة وبالصحراء ورا اهي،
وخلاص كده احنا هنبدأ نسيب الكامب. معلومة عن كامب حياة بالنسبة لي، هو أحسن كامب، وإن شاء الله المرة الجاية لما أجي سيوة لازم أقعد هنا. الكامب ده الغرفة السنجل عاملة 500 جنيه، الغرفة الدبل عاملة 700 جنيه. وبرضه هسيب لكم في الديسكريبشن اللينك لو عايزين تستفسروا منهم عن أي حاجة. والأسعار دي طبعا قولوا لهم إن انتوا جايين من عندي هتاخدوا الأسعار دي. بس طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. نشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. ده شكل الغرفة الدبل في الفندق، وطبعا بيبقى معاك الفيو كله للهوت سبرينجز والصحراء. ودي كمان شكل غرفة تانية بالستايل ده، وبرضه بتبص على الصحراء وبتبص على الهوت سبرينجز. ممكن كمان تشوفوا العربيات هناك هي بتاعت السفاري. وده اخر مكان، وده يعتبر ايه المكان برايفت خالص، بيبقى ليك انت لوحدك، معاك طبعا ايه حمامك وكل حاجه جوه. وده بيبقى عامل 900، ده بيبقى دبل. ده شكل الاوضه اللي هي مربوعه، وطبعا بيبقى حمام جوه.